طبعا ومصلحه سموحه في مصالح. هو كولر رفض التفريط فيه. مين هو اللاعب؟ يعني السنه اللي فاتت اول ما بدانا كنا عايزين كوكا. فضلنا نلح على كوكا نلح على كوكا، لا خدنا لاعبين تانيين لكن ما خدناش كوكا. السنه دي بقى في اللي هو المساكي اللي هو محمد اللي عنده اللي مواليد معتز محمد وايضا زعلوك. احنا كنا عايزين، كان نفسنا نضمهم من اول السنه. حتى برضو كان نفسنا في اعلانات لكن هم متمسكين بيهم. فطبعا مصلحه الاهلي عندهم قبل مصلحتنا، واحنا مصلحه سموحه عندنا قبل مصلحتهم. فلازم نحترم هذا الكلام طبعا. اكيد طبعا. طيب العلاقه مع النادي الاهلي كويسه، العلاقه حاليا مع نادي الزمالك عامله ازاي؟ وهل ممكن يبقى في تعاون ولا لا؟ واخدين كل حاجه. نعم. الزمالك طول عمرنا علاقتنا بيهم ممتازه كويس. ما عملناش اي حاجه وحشه مع الزمالك ولا مع اي نادي في مصر. احنا عمرنا ما لا قدر الله بنسعى لهذا علاقه وعدم استمرار العلاقه. وعلاقتنا مع واحنا اول ناس هنينا الزمالك، اول ناس بعتنا ورد وهنينا الزمالك فرج عامر من غير لك كتير، زي ما خدت من الزمالك سكور تاخد مننا سكور بعصيرك الكوكتيل اللي ما يشربش ده. التفاوض كلام، ولكن دايما عشان يبقى فيه كلام اكيد بيكون فيه عروض رسميه. تمام. ولا يوجد عروض رسميه لعمر كمال خالص حتى هذه اللحظه. حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها لا يوجد اي عرض رسمي لعمر كمال اللاعب الكبير الموهوب. طيب انا عارف انه في اتصالات بحضرتك من جانب النادي الاهلي. والله ابدا يا كابتن، يعني بص يا استاذ شبانه، انا الاتصالات مع النادي الاهلي لا تنقطع، لان ده يعني عايز اقول لك احترام وود بين المجلسي الاداره. تمام. فده لن ينقطع، انما حته التفاوض على شيء لا يوجد تفاوضات خالص نهائيا. ولا المهندس عادل القيعي كلم حضرتك او كلم يعني المهندس عادل القيعي انا بشوفه كمان، بس لما بنتقابل بصفه، خلي بالك انت بتتكلم على استاذ كبير عادل القيعي، يعني حد محترم جدا طبعا، وعايز اقول لك خبره. يعني انا اتمنى ان انا اتعامل مع حد زي الاستاذ عادل القيعي طبعا، فخبرات، يعني هو راجل خبره عظيم. وانا انا بعتبره، يعني اسف اللفظ، داهيه من الدهايه يعني من دواهي الكوره، دواهي الكوره المصريه. يا عم عمر كمال ليه ونديكوا 1 من 3 خالد عبد الفتاح وكريدت او صلاح محسن ليه و7 مليون ليه؟ وعمر كمال ليه اساسا؟ احنا بننزل بالاعمار 37 31 على ابنها دار عجزه، ارحمونا بقى.